عمل صندوق استثمارات وجاب نجوم عالميين وجاب لعيبه بمليارات، بس كله بيجي عند الانديه المصريه ويفرمل. ده المصري. نتائج الانديه المصريه امام الانديه السعوديه. بس قبل اي شيء اخويا الغالي، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل لي شير وفولو لايك وظبط بقى اخوك وروقه، مش هتخسر حاجه والله. حبيب قلبي يلا بينا. نتائج الانديه المصريه امام الفرق السعوديه اخر 3 سنين او اخر 4 سنين او اخر 5 سنين يا عم، من ساعه ما عملوا صندوق الاستثمارات وشفنا المحترفين اللي بمليارات اللي نزلت على الدوري السعودي. تعال بقى اقول لك الفرق ما بين الانديه المصريه والانديه السعوديه، رغم ان الانديه المصريه لعيبه عاديه خالص، لعيبه حتى المحترفين بتاعتها افارقه، يعني لو في واحد برازيلي هنا او هنا يا دوب بيبقى حاجه على قد كده، مفيش نجوم بقى عالمين ولا اي حاجه. بس الفرق في العزيمه وفي الاراده وفي الروح بتاع اللاعب المصري، اللاعب اللي هو بيموت نفسه عشان خاطر يعمل انجاز لفرقته تتكتب له. انما انت جايب لاعب نجم، هو شايف نفسه ان هو اللي هيضيف للنادي مش النادي اللي هيضيف له، فبيلعب بكل اريحيه، ما بيلعبش نفسه مثلا يموت نفسه عشان حاجه، باستثناء بعض اللعيبه زي طبعا CR7 كريستيانو رونالدو اللي بتشوفه ما بيهمتش 40 سنه وما شاء الله عليه، بيجري ويموت نفسه على كل كوره ويتزحلق، بيهين نفسه بالبلدي في الكوره. الاهلي لاعب اتحاد جده سنه 2023 في كاس العالم للانديه على تحديد المركز الثالث والرابع، وهوبا بكريم بنزيما بكانتي بفابينيو بنجوم عالميين. كريم بنزيما كان لسه واخد البالون دور وجاي اتحاد جده في صفقه يعني عملت ضجه كبيره جدا في الدوري السعودي وفي العالم. الاهلي كسبه 3-1 مرتاح، 3-1 بشويش، 3-1 بالراحه. قبلها الزمالك كان كسبان الهلال السعودي بنجومه بمحترفينه في السوبر المصري السعودي 2-1، وكان مين في الكابونجو كاسونجو والنجاز ومش عارف ايه، لعيبه عاديه خالص. بس زي ما قلت لك الفرق في الروح وفي العزيمه وفي الاراده. الاهلي والهلال سنه 2022 في كاس العالم للانديه في قلب السعوديه، والاهلي كان ناقص لعيبه دوليين، كانت لسه ما رجعتش من المنتخب والكل كان متخوف من الماتش. طبعا الغرور مالي لعيبه الهلال وجمهور الهلال واداره الهلال ومشجعين الهلال. هوب الاهلي يعمل ايه؟ يكسبهم 4 بشويش، 4 بالراحه، وتبقى فضيحه للزعيم الهلال. بعدها الزمالك لاعب اهلي جده برياض محرز وبفيرمينيو ومش عارف مين وليله كبيره قوي، والزمالك لعب برؤى ولعب بعمرو السيسي ومهاب ياسر ويعني زي ما تقول بقى يعني جيل الله اكبر عليه كان ساعتها يعني. والزمالك قدر يكسبه 3-0 بالراحه وبشويش في كاس تحدي كان الامارات منظماه اسمه كاس التحدي. المهم برضك الزمالك رقعه. تعال بقى بيراميدز في كاس الانتر كونتيننتال، كاس نصف العالم، قول زي ما انت عايز تقول. بيراميدز راح يلعب الاهلي السعودي المدجج بالنجوم اللي لسه عامل ماتش خرافي تاريخي عالمي قدام نادي الهلال، ورجع برومونتادا عالميه 3-3، والكل كان متخوف. وبيراميدز مش زي الاهلي والزمالك ما عندهاش ظهير جماهيري يدعمها في قلب السعوديه زي ما كنا الاهلي بيروح يلعب الاتحاد او الهلال او ايا كان بتلاقي نص الاستاد جمهور الاهلي، والزمالك هكذا. انما بيراميدز ولا عنده ظهير اعلامي ولا ظهير جماهيري ولا اي حاجه. ولكن نشكر المحترمين بعض جمهور الاهلي والزمالك والاسماعيلي وكل الانديه المصريه اللي اتجمعت في عشرات بس الافراد كده وهدفت لنادي بيراميدز، والنادي بيراميدز ما كدبش خبر وقدر يديهم 3 بالراحه بهاتريك للاعب الدبابه الكونغوليه العالمي مايلي. 3-0 بالراحه، كانت صدمه لكل جمهور الاهلي وكانت محدش مصدقها ومحدش متخيلها. وتسمع كلام جمهور الاهلي كالعاده، الانديه السعوديه وجمهورهم والغرور اللي بيبقى راكبهم، وطبعا عندهم حق. ما لما يبقى في فريقك نجوم عالميين زي دول ولاعيبه بمليارات زي دول وتيجي تلاعب فرق كأن مثلا الاهلي والزمالك بيلعبوا فريق درجه رابعه، فاكيد الاحساس هيبقى كده. فمعذورين برضك، بس الانديه المصريه تيجي لحد عندها وتدوس ستوب عشان بتعمل العجب واللي انت ما تتخيلوش. حبيب قلبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنساش بقى تعمل لي فولو وسبسكرايب. سلام.